قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتحط لايك وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدأ. يا جدعان مود الأشباح 4.0 ده مش مجرد تحديث، لا ده إعلان رسمي إن بابجي قررت تدخلنا مصحة نفسية جماعية. يعني تخيل كده، زمان أول ما كنا بننزل في 2018 كنا بنجري على بيوت عشان نلحق سكوب 2 أو شوت جان. دلوقتي أنت بتنزل تدور على مكنسة طايرة. والله الجيم اتحول من معركة بقاء لمعركة تنظيف. المصيبة الكبيرة بقى إنك أول ما تدخل الماب تحس انك دخلت بيت مسكون في افلام الرعب، والدنيا عامله كده اصوات غريبه وانت مش فاهم ده شبح ولا واحد من الجيران فوقك بيجر الكراسي. وتبص يمين تلاقي عماره كامله اختفت، تبص شمال تلاقي لاعب واقف بيتراش، واحد بيقولك في المايك انا مش هلعب تاني يا جماعه حرام عليكم. الاشباح نفسهم شكلهم عجيب، يعني انا مش عارف بصراحه ده تصميم من تنكنت ولا من العيال اللي بتعمل فيديوهات تيك توك. واحد لابس مراية بيضة وش، واحد عينه منورة أخضر، واحد تالت عامل فيها هالك بس طاير، والجميل إنهم بيظهروا ويختفوا كده فجأة. يعني أنت قاعد مستخبي وبتفكر تبص تلاقي واحد منهم طالع من الحيطة يقولك مفاجأة يا معلم، وتلاقي نفسك طالع لورا عامل زي العيال لما يشوفوا أبوهم ماسك الشبشب معرفش ازاي. واجمد حاجه ان الاشباح دول بيكسروا كل قوانين الجيم. يعني انت بقالك سنين بتتعلم تعمل تغطيه، تستخبى ورا شجره بوش صح، يجي الشبح يطير من فوق الشجره ويديك كف يخليك تلف 3 مرات زي سبينر، وبدل ما تموت برصاص تموت من الهلع. حرفيا في ناس خرجت من الجيم وراحت تمسح موبايلها بعد الصوت اللي بيطلع. ندخل بقى على مكنسة الطايرة. يا سلام يا مؤمن يا ابني، دي أسلحة اللعبة كلها جنبها ملهاش أي معنى. ده كأنك قاعد شايل ATM أو ام 416 ومجهز جرايندز، وتيجي واحدة ست راكبة مكنسة تخبطك وتكتب لك في الكل فيد فلان تم كنسه. يعني خلاص مش ناقص غير إن المكنسة تنزل إعلانات في التلفزيون مكنسة بابجي تنظف حياتك من الخصوم. وفي ميزة جامدة جدا. ميزة ايه بقى؟ انك ممكن تركب المكنسة وتعمل بيها استعراضات. والله يعني تخيل داخل الجيم تلاقي 3 عيال عاملين سباق مكانس في السماء زي سباق عربيات، بس نسخة فاست فرايز ذا بروم ايديشن. السحارة الطايرة بقى دي بتضحكني اكتر من اي بوس شفته في حياتي او في اي لعبة عامة. هي داخلة الماب كده عاملة نفسها رعب وبتعمل اصوات، بس اول ما تضربها طلقة تصرخ زي ما تكون واحدة بتتخانق مع جارتها على الغسيل. نزلي ملايتك يا حاجة. والغريب انها مش بتعرف تعمل اي حاجة مفيدة غير انها تخليك تتوتر وتتلخبط. يعني انت في فايت جدي فجأة تلاقيها نازلة بينك وبين العدو وتبوظ كل الخطط وتخلي الموقف زي مسرحية كوميدية عن مسرح مصر. تعالى بقى للضحك الحقيقي لما تدخل مع اصحابك وتقرروا تتعاملوا مع المود بجدية. ده مش محتاج جدية خالص. ده واحد يقول يا جماعة نلعب استراتيجي، والتاني يرد اهو الشبح قدامي يا جدعان، والتالت يصرخ انا مش شايف حاجة انتوا فين، وفي الاخر كله يموت والشبح يكتب لك كاتشات شكرا على التعاون. واجمل مشهد حصل اني كنت داخل مع واحد صاحبي وكان يتعاون مع شبح، والله العظيم وقفنا قدامه وقلنا له بص يا عم خد شنطة فيها مشروبات طاقة وسيبنا نكمل. شبح رد علينا لا انا عايز روحك. طب يا عم خليك مهذب شوية، الراجل جايب لك ريد بول مش عاجبك؟ الاشباح كمان بيعملوا حركات غريبة تخليك تحس ان اللعبة دي مكتوبة كوميدية مش باتل رويال. يعني ممكن تلاقي الشبح بيظهر ويمشي وراك كأنه بيغني راب، أو شبح تاني يطير فوقك ويرسم قلب في السماء وبعدين فجأة يقوم يخبطك وتطلع برا الجيم. وطبعا لازم نقارن مع التحديثات القديمة. يعني فاكر العمالقة كانوا بيدوسوا على المباني ونقول واو، دلوقتي أشباح بينسوا المباني كأنها ولا حاجة. فاكر تحديث الجودزيلا كان بيطلع صرخة مرعبة، دلوقتي صرخة الشبح تخليك تفتكر انك سايب المكرونة على النار في المطبخ. كل ثانية في المود ده عبارة عن نكتة جديدة. مرة تلاقي شبح بيستخبى في شنطة دروب، تفتح الدروب تلاقيه يصرخ في وشك بو. مرة تانية تلاقي الساحرة داخلة من فوقك وتقولك انزل يا روح امك. وفي كل الحالات انت مش هتعرف تلعب الجيم بجد لانك هتضحك طول الوقت. خلاص يا رجالة، مود الأشباح 4.0 ده مش مود عادي، ده المود اللي بيجمع بين الضحك والرعب والجنون في طبق واحد. لو انت عايز تموت من الضحك وانت ماسك موبايلك، او عايز
تحس انك داخل كابوس كرتوني لازم تلعب، بس خد بالك مش شرط تموت برصاص، ممكن تموت من كتر الضحك. ويلا سلام. ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا سلام.